السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو بجد دمار ازاي تحولي الدهن لسمنة بلدي طعم وريحة. وشايفين طبعا يا جماعة المرتة اللي انا عاملاها هنا، هتقول انك انت حتى لو كلت المرتة دي، انا كلتها يا جماعة بالفعل، طعمها طعم السمنة البلدي بالظبط، مش هتفرقي بينها وبين السمنة البلدي نهائي. وش السمنة اهو عليه المرتة اللي انت بتشتريها. طبعا الناس اللي بتشتري الزبدة او تشتري السمنة من البياعين على اساس ان هي سمنه بلدي، هي دي الطريقه اللي معظم البائعين بيغشوا بيها وبيكونوا عاملين الطريقه دي. انت بتعمليها في البيت ويا ريت دهن صحي، لا اعوذ بالله، ممكن بيحطوا لك دهن خنزير وحاجات مهدرجه وحاجات مش كويسه خالص. انت بتعمليها في البيت بنفسك. وشايفين طبعا الترميله حاجه كده في منتهى الجمال. وهقول لك طبعا مش اي نوع دهن انت بتعمليه، هقول لك انهي نوع دهن اللي انت هتستعمليه عشان توصلي طبعا للنتيجه دي. بنسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه، ده دهن من مش دهن بقري ولا دهن خرفان، انا ما بحبش الخرفان، ريحتها بيكون اللي هو الضاني ريحتها بيكون وحشه خالص. ده دهن جدي. بتروح للجزارين بتقولوا له، الناس اللي بتذبح الجديان بتقول انا عايزه الدهن بتاع الجدي دوت، ملهوش ريحه نهائي 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 يا جماعه. وطبعا برضو رخيص مش غالي. ده بيكون فيه طبعا اللي هو المنديل، وفي حتة تانية اللي بتبقى دي ما بتتباعش مع المنديل، دي بتتباع ده بتروح للجزار برضو رخيصة مش غالية. انا طبعا ديت عشان احنا بنذبح في العيد، انا خدتها من عند امي. فانت بتحطيها على النار بنفس يعني كاملة كده اهوت، هي بتسيح ما بيبقاش فيها اي حاجة، ولا بتقطعي ولا اي حاجة، شوية ملح كده، كبشة ملح وبتحطيها. وما تحاولي برضو ما تحطيش ملح كتير عشان ما يبقاش معاكي ملح. بتسيبيها برضو بالملح، الملح دوت بيخليها تسيح اكتر. بتسيبيها تسيح لحد ما توصل للدرجة اللي انا هوريها لكم، عشان هقول لكم تضيفوا ايه عليها. شايفين طبعا لما توصل للمرحلة دي هتطلعي الدهون ديت بمصفى عندك كده، عشان عايزة تسيبيها براحتك، بس انا بحب اصفيها عشان تبقى السمنة بتاعتي صافية. وطبعا ديت بتبقى مقرمشة خالص، الناس اللي بتحب تاكلها بتاكلها مقرمشة كده، بس طبعا انا يعني ما ماليش فيها. خلاص كده بعد ما تصفيها تماما، احنا برضو لسه هنصفي. اول حاجة هنعملها عشان نزود الكمية، هتضيفي ازازة زيت على، طبعا انت بتحطي يعني تناسب، يعني يكون 2 كيلو طبعا دهن، هتحطي واحدة سمنة وواحدة زيت، وبتضيفي عليها السمنة النباتي ديت يعني لو حابة تضيفي لها، مش حابة هتحطي الزيت وهتحطي بس الاضافة اللي انا برضو هقوله لكم عليها. الناس اللي ما بتحبش الاضافات، انتي برضو ممكن يعني لو مش فارق معاكي طعم الدهن ولا اي حاجة، ما بتضيفيش اي حاجة نهائي وبتسيحي الدهن ده بس. ده افضل انواع يعني الدهون اللي انتي بتسيحيها، ومش بيبقى ليه ريحة خالص في الاكل زي الدهن الضاني والدهن البقري. تمام. المرحله دي بعد كده بتجيبي كوبايه لبن كبيره. بصوا الكوبايه ديت يا جماعه، اللبن دوت يعني لبن بخيره. شايفين كان اول ما حطيت اللبن كان عليه وشه قشطه كتير جدا جدا. يعني برضو لما تجيبي لبن تجيبي من حد موثوق منه، هنا بتوطي النار وبتسيبها. شايفين طبعا اول ما حطيت عملت طبعا مرتة كتير جدا كوباية اللبن اللي انا حطيتها. هتسيبي طبعا ده على النار ساعة 2 3 لحد ما اللبن بتاعك يتبخر. وريحته طبعا الدهن معايا، شايفين هنا لسه في لبن تحت، ولسه المرتة اللي فوق لونها ما غيرش. انا هقول لكم تستوي لحد امتى، خليكم معايا عشان اوريكم طبعا برضو. وطريقة حفظ السمنة دي برضو هقولها لكم في اخر الفيديو ازاي تحفظيها. تمام. ممكن هنا برضو تعلي شوية بسيط وانت واقفة، عشان اللبن لو انت مستعجلة يتبخر معاكي بسرعة. شايفين هنا لسه القشطة المرتة اللي فوق دي بيضة. انا لحد دلوقتي مش هعملها. اول ما تعلي النار كده هتلاقيها استوت، يعني اللون بتاعها غير، وعلى الطروف اهي لونها غير، وبقلب بالمعلقة مش شايفة اثر للبن نهائي. في المرحلة دي بقى بالظبط هتطفي، تكون هي استوت معاكي سوا تماما، ومش هتعفن معاكي نهائي نهائي. لو قعدت معاكي سنة كاملة
مش هتعفن معاكي. وهقولك برضو ازاي تحفظيها. خلاص كده لحد ما استوت معايا المرحله دي انا هطفي عنها واسيبها تبرد يعني شويه، عشان اقولكم طبعا هنخزنها ازاي. خلاص كده انا طفيت. وبعد ما تبرد يعني ما تخليهاش تتجمد في الحله، عشان ما ت... يعني تعرفي تفضيها في العلب. طبعا مش هنحفظها في الالمونيا. هحفظها طبعا. انا بحاول هنا اشوف ان في اثر لبن، هي بتحك معايا في الحله كده. المرتة استوت، وطبعا خلاص هطفي عنها. تمام يا جماعه. بعد ما طفيت وسبتها تبرد، طبعا هنا اهي هجيب كبشه. دي اول حاجه عايزه عشان تحطي السمنه، هتجيب كبشه مطرمان ازاز تكون معقمه جدا. وبعد كده هتفضي. طبعا انتي لو مش هتعرفي تعملي الطريقه دي هتعملي بالكبشه. اهم حاجه تحطي حاجه تحت المطرمان عشان ما تبهدليش الدنيا عندك والدنيا تتبهدل. وهو طبعا يا جماعه تاني مطرمان ما شاء الله. شايفين السمنه عامله ازاي؟ السمنه بلدي 100%. اللي هيدوقها مش هيفرقها عن السمنه اللي انتي بتشتريها بلدي. خلاص كده طبعا انا هسيبهم برضو. هي كانت لسه سخنه معايا. طبعا الحله ديت هتصفيه برضو. هي كل ما تعمل بتصفي معاكي. هتطلعي المرتة عايزه تاكليها، طبعا بتاكل بالعيش حلوه جدا جدا يا جماعه. ديت انا اكلتها بالفعل لان هي حلوه. نفس المرتة بتاعت السمنه، ما فيهاش يعني مش طعم الدهون فيها خالص. طبعا برضو عايزه تنضفي الحله. هتحطي الحله بعد ما تشيلي المرتة لو هتاكليها. لو مش هتاكليها هتحكيها كده بالمعلقه وتحطي فيها ميه وهتغليها على النار. طبعا كل اللي فيها هتغسلي الحله بكل سهوله، ومش هتحتاجي مش هتتعبي في غسيل الحله. تمام. بعد كده طبعا اهو زي ما بقول لكم هتعملي كده وهتطلعي المرتة وتغسلي الحله. اخر معانا طريقة الحفظ عشان تفضل معاكي سنة كاملة. ما تبص لو عاملة كمية اكبر من كده. طبعا الكمية دي انا بتفضل معايا كتير جدا. يعني حوالي دولت حوالي معايا 7 كيلو من السمنة الصافية. هيفضلوا معايا فترة كبيرة. انا بعمل ايه بعد كده؟ بسيبهم على الرخامة لحد ما يبقوا معايا يتجمدوا كده. هجيب الغطيان بتاعتهم بس هوريكم ترميل السمنة. طبعا الاصفر اللي من فوق دوت المرتة اللي نزلت في المطرمان. شايفين؟ اللهم بارك اللهم بارك ترميلة السمنة عاملة ازاي. وريحتها عايزة الناس تجربها وتقول لي في الكومنتات ريحتها عاملة ازاي. ريحتها دهن ولا ريحتها سمنة بلدي؟ هتشموا الريحة وهتقولوا ان هي سمنة بلدي 100%. وطبعا الناس اللي خايفة من الدهن، الدهن ملوش اضرار نهائي يا جماعة. وربنا سبحانه وتعالى يعني منزل الحاجة دي في الحيوانات عشان نستعملها قبل الدهون النباتية. وطبعا الدهون التانية ده الدهن اللي كانوا بيستعملوه كسمنة بلدي. وادخلي على جوجل وشوفوا الفوائد بتاعته. خلاص كده. طبعا هغطي المطرمان واحطه في التلاجة من تحت. هيفضل معاكي سنة. المطرمان اللي تطلعيه تاخدي منه وتطبخه وترجعي تحطيه تاني. بيفضل شهر بره التلاجة ومن 3 شهور كمان. مش هيجراله اي حاجة ولا هيعفن ولا هيجراله اي حاجة نهائي. لان هو مستوي سوا تماما يعني مستوي. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حطوا لي لايك واشتراكات كتيرة جدا جدا عشان هنزل لكم فيديوهات كتيرة هتعجبكم جدا وهتوحشوني يا احلى اخوات في الدنيا. معلش طولت عليكم.